تولد الجريمة في عقول أعماها الطمع. هناك في العتمة ينسجون خيوط مكرهم، باحثين عن ضحايا يوقعونهم في فخ الزيف، متناسين أن بناء الأوهام لا يدوم، وأن يد الغدر مهما طالت فإن حبلها قصير. العدالة ليست مجرد شعار، بل هي واقع يلاحق المجرمين في كل زقاق وتحت كل سقف. تواترت في الآونة الأخيرة البلاغات الواردة إلى قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص عن تعرض عدد من المواطنين في المدينة ومن محافظات سورية مختلفة لعمليات احتيال غير مألوفة عن طريق ما يسمى بالدولار المجمد. وبعد الاطلاع على أسلوب تنفيذ هذه الجرائم وحصر الشبهات، تم إلقاء القبض على عصابة إجرامية تعمل بشكل هرمي مع آخرين موجودين خارج البلاد يقومون بالتنسيق معهم، وذلك عن طريق نشر إعلانات وهمية إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي فيها هذه العصابة امتلاكها لكمية من ما يسمى بالدولار المجمد، حيث تقوم بالادعاء بأن هذا الدولار صالح للتداول في الأسواق، وهي ترغب في بيعه بنصف قيمته الحقيقية عن الدولار الحقيقي النظامي. وبعد استدراج الضحية إلى مكان محدد يتم تبادل العملات، حيث يفاجأ الضحية بأن تم منحه أوراق نقدية لا قيمة لها أو مزورة مقابل العملات الحقيقية التي تم إعطائها لهم. وأقر أفراد العصابة بجميع الجرائم التي وردت فيها بلاغات إلى قيادة الأمن الداخلي في المدينة، بالإضافة إلى إتجارهم بالمواد المخدرة. بلشنا نشتغل بفكرة الدولار المجمد من بعد التحرير، وعرضت علينا هاي الفكرة أشخاص من خارج قطر. نسق معي على التنسيق إنه جاء دولار مجمد واستدرج الناس إلى حمص. الشخص اللي بدنا نحتال عليه مثلا بيكون هو بموقع، نقصقص الأوراق مشان هو الشخص، نحطهم بالظرف، يكون معنا الظرف وملازقينه، فهو دغري بيسلمنا المصاري، بنسلمه الظرف، نحن بنستلم منه وناخذه ونخرج. وتطلب قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص من جميع الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال مشابهة ومن جميع المحافظات السورية بضرورة مراجعة قسم الشرطة المختص في مدينة حمص للتعرف على أفراد هذه العصابة ومتابعة الإجراءات القانونية. كما تنوه إلى الأخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الإعلانات الاحتيالية الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يسمى بعملة الدولار المجمد، والذي هو أصلا غير موجود ويستخدم كخديعة من أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق كسب مادي غير مشروع.